حقارة كتير انك تعطي موعد وما تجي. في قلة تقدير لكل الناس اللي اجوا. نيشان يسخر من ياسمين عز ويحرجها ويتجاهلها ويرفض اعتذارها. كل شوية نسمع إن اسم ياسمين عز ظهر ترند وإنها واقفة مع الرجالة وبتدافع عنهم، بس المرة دي اختلفت، حبت إن هي تطلع ترند حتى وهي مش موجودة. الإعلامية المصرية ياسمين عز مع كامل احترامنا ليها يا جماعة دي بتدافع عننا قدام الستات، ما حضرتش الندوة الحوارية اللي مع الإعلام الكبير نيشان في منتدى الإعلام العربي الموجود في دبي حول الإعلام، واللي ظهر لناس كتير إنها محاولة لركوب الترند. لكن ياسمين عز اتأخرت وقت طويل جدا وقعدوا يستنوها كتير، وده خلى نيشان يسخر منها في المؤتمر وحاول يغطي على عدم وجودها ويقول إنها اتأخرت عشان بتحضر صوتها الشربي. والأسئلة اللي كان المفروض نيشان يسألها لياسمين اضطر إن هو يسأل الموجودين زي تفتكروا ياسمين ما جاتش ليه؟ حد عنده إجابة؟ وكان رد بعض الموجودين إنها تعمدت التأخير عشان ما تردش على الأسئلة أو خوف من الأسئلة اللي ممكن تحرجها وإنها عاوزة تطلع ترند. فلما قالوا إنها عايزة تطلع ترند رد عليهم وقال إن الأفلام الإباحية بتجيب مليارات المشاهدات بس مش طالعة ترند. الترند هو إنك تصرح بشيء يمس العمود الفقري والنخاع الشوكي للمجتمع. وبعد الندوة ما خلصت والناس بدأت تطلع من القاعة، حضرت ياسمين في وقت متأخر أوي وحاولت إن هي تعتذر من نيشان وإنه يعيد الندوة، لكن هو رفض اعتذارها وتجاهلها، فياسمين أخدت بعضها ومشي. ولما الصحفيين سألوا نيشان عبر عن غضبه واستيائه من الموقف وقال إنها حقارة تدي موعد وما تجيش وقلة تقدير اللي موجودين، لأنها ما اعتذرتش على تأخيرها ولا كلمت حد من المسؤولين إنها هتتأخر. وبعد اللي حصل الناس علقت وقالت الرأي الأول قال أنت غلطان يا نيشان، إزاي مذيع كبير 28 سنة في الإعلام بخبرتك وبقيمتك المهنية تجيب مذيعة لسه في سنة أولى إعلام واسمها لسه بيتردد في خلال أقل من سنتين؟ وأنا الصراحة مش مع الرأي ده خالص. أصلا نيشان طلع قبل كده وكان بيحاور إنجي فوري اللي معروف عنها على السوشيال ميديا بمحتواها والتسريبات اللي طلعت لها اللي ما تأهلهاش أصلا إنها تطلع على أي برنامج توك شو. ورأي تاني إنها ما جاتش الندوة لأنها خافت تواجه إعلام كبير بحجم نيشان وإن النيشان بيحاول عمالقة في كل المجالات. ومن رأيي أيا كان السبب، إذا كانت حابة تطلع ترند ولا خايفة، المفروض إن في تقدير وإنها تحترم موعدها وتحترم الجمهور اللي مستنيه أو لإعلامي بحجم نيشان. ولو كان حصل ظرف كانت تقدر إن هي تتصل بالمسؤولين وتعتذر أو تأجل الندوة. والغريب في الموضوع إن ياسمين ما طلعتش ولا صرحت بأي حاجة ولا كتبت على صفحتها، فده معناه إيه؟ هل ما عندهاش رد ولا إجابة ولا ده غرور؟